ياسمين عز، اسم تم تداوله الأيام دي كتير جدا. كلامها الغير منطقي والمبالغ فيه لفت ليها انتباه الناس. ياسمين عز صورت العلاقة بين الرجل والمرأة عموما بشكل يشبه السادة والعبيد. طلبت من الزوجة إنها تقول لزوجها بشكل مبالغ فيه: يا أستاذ فلان، أو يا باش مهندس، كنوع من الاحترام والتمجيد لزوجها. اهتمت بالشكل الظاهري ونسيت إن الاحترام بين الأزواج مش محتاج ألقاب. الاحترام بينهم محتاج ود وحب وتعامل طيب. كلام ياسمين عز عن العلاقة بين الرجل والمرأة عموما وطريقة التعامل بينهم إهانة للراجل والست على حد سواء، لأنها صورت الراجل على إنه مجرد تحفة أثرية نادرة يتخاف عليها، ومطلوب من الست إنها تتابعه في كل مكان وما تسيبوش، لأنها لو سابته لحظة ممكن أي واحدة تاخده منها. ودي قمة الإهانة للراجل، لأنها بتمحي إرادته أصلا وبتصوره كأنه طفل صغير ما يعرفش يفرق بين الصح والغلط، وبسهولة أي واحدة ممكن تضحك عليه بكلمة، مع إن ده بيتنافى تماما مع طبيعة الراجل الحقيقي اللي بيحترم نفسه وزوجته ودينه. الطريقة اللي اتكلمت بيها الأستاذة ياسمين عن الست المصرية وعلاقتها بالراجل مرفوضة تماما، وعلاقة السيد والعبد اللي صورتها بين الرجل والمرأة علاقة مش سوية. العلاقة السوية مش بالألقاب والتفخيم والصوت الشتوي والصيفي. العلاقة السوية والسليمة بين الزوج والزوجة قائمة على الود والحب والتعاطف. العلاقة السوية بين الأخ وأخته علاقة تفاهم وحنان وأمان وألفة. العلاقة السوية بين الرجل والمرأة عموما سواء كان زوج أو أخ علاقة تعاطف ومحبة وود. على فكرة، كلامك يا أستاذة ياسمين عن طريقة التعامل مع الرجل حتى الرجالة رفضتها واعتبرتها إهانة وتقليل منهم، لأن الراجل الحقيقي مش محتاج تفخيم وتضخيم عشان تعرفي تتعاملي معاه. الراجل الحقيقي بيحب يتعامل مع عقل وفكر وروح المرأة وبيحترمها، مش بيعاملها على إنها أقل منه وكل وظيفتها خدمته وتلبية رغباته. لا، للأسف يا أستاذة ياسمين، انت اتكلمتي عن الذكر مش عن الرجل، والفرق بينهم كبير. لأن الذكر فعلا هو اللي محتاج تضخيم وتفخيم علشان يحس برجولته لأنه مفتقدها. أما الراجل الحقيقي، الراجل اللي بمعنى الكلمة، محتاج عقل وفكر وحب وتعامل طيب. والنتيجة الوحيدة اللي انت وصلت لها بكلامك الغير منطقي ان ستات مصر ورجالتها اللي بجد بيطالبوا بمحاكمتك، لانك اسأتي للست المصرية والراجل المصري على حد سواء. يا ريت بجد تراجعي نفسك وتكوني منطقية في كلامك ونصايحك، لان العلاقة السوية بين الرجل والمرأة علاقة طبيعية محتاجة ود وحب وتفاهم ومشاركة، مش محتاجة يكون لها كتالوج وطريقة استخدام. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. العلاقة بين الرجل والمرأة وصفها رب العزة بأنها علاقة رحمة ومودة وسكن، مش بالألقاب والمظاهر. يا ريت بجد إدارة القناة توقف المهزلة دي، لأنها ممكن تكون السبب في هدم أسر أصحابها بيصدقوا أي كلام من غير ما يفكروا فيه.